السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل أكلة جميلة كده، يعني معشوقة المصريين، هو الحمام البلدي. هنعمل النهارده حمام محشي بالرز كده، بس بطريقة مختلفة شوية. أول حاجة معايا أنا جبت هنا بصلة متوسطة وقطعتها تخريطة صغيرة كده، وبعد كده جبت الكبد والقوانص، طبعا أنا منضفاهم كويس جدا مع الحمام، وقطعتهم قطع صغيرة كده عشان هيبقوا في الحشو بتاع الحمام. قطعتهم كده قطع صغيرة، قطعت ال القوانص الأول، وبعد كده الكبد والقلوب. بعد كده هحضر حلة، هحط فيها معلقة زيت وكمان مكعب من الزبدة. انا غطيتها عشان طبعا الزبدة بتبهدل الدنيا وبتقعد تنطر كتير كده، فنتفادى يعني اي لسعات. نزلت الاول كده بالقوانص، اديت لها تشويحة، وبعد القوانص نزلت الكبد والقلوب تتشوح بالزبدة كده. عايز تعملها بالسمنة البلدي براحتك، بس انا عملتها بالزبدة. نزلت بقى الكبد والقلوب وبرضو هديلها تشويح. بعد ما تغير لونها هي كمان، اقوم ضايفة البصل وكمان فصين 3 من الثوم. دول فصين 3 توم ضفتهم، وبعد كده اقلب كده لحد ما ريحة الثوم تطلع. وبعد كده انا معايا كوباية رز، هاخد نصها في مقلاية، يعني أنا شلت الحلة على جنب. هاخد نص كوباية الرز دي في مقلاية كده في حبة زيت، وهعملها زي الرز الحبة وحبة. اخد اللون التمام اللي انا محتاجاه، وبعد كده زودت بقية الكوباية اللي هو الرز الابيض، برضو هشوحه كده عشان يتغلف بالزيت. وبعد كده هحضر الحلة تاني على نفس العين برضو بتاع البوتاجاز. هخلي الكبد والقوانص تسخن تاني كده مع البصلة، وبعد كده هضيف عليهم الرز. بعد كده بقى هزود الملح والفلفل، وكمان نص معلقة كزبرة كده، ونص معلقة من بهارات الفراخ او البهارات السبعة، وهقلب كله في بعضه كده. بعد كده هزود بقى المية. انا زودت كوباية الرز عليها كوباية مية سخنة، وبعد كده هخليه يتشرب واغطي عليه لحد ما يتشرب ويبقى نص سوا. نص سوا يعني ما تخلوش يستوي سوا كامل، وهتحطيه على جنب عشان يبرد. بعد كده هجيب حلة تانية احط فيها مية واخليها تغلي، يعني تسخن شوية. وبعد كده اضيف بصلة متقطعة وورق لوري وحبهان، فصين 3 حبهان. وبعد كده بضيف بقى الملح والفلفل ومرق الدجاج. انا حطيت نص مرق الدجاج، يعني ما كترتش اكتر من كده. وبعد كده بعد ما الرز بقى برد، هبدأ احشي بقى الحمام. انا بحشيه كده طبعا من جوه. انا دايما كنت بحشي بقى من تحت الجلد، من تحت يعني من الناحيه اللي هي تحت، من ناحيه البطن اللي هي المفتوحه دي. بس انا النهارده جربته من عند الرقبه، يعني انا مش هتفرق معايا، كلها واحد بالنسبه لي، يعني دي او دي واحد بالنسبه لي. كده الرز الحمد لله ما بينزلش، وكده برضو الرز ما بينزلش معايا. طول ما انت بتحطي الرز الكميه اللي محتاجاها الحمامه، مش هيطلع بره، لانه هيتنفش جوه كده لما يستوي، فمش هيطلع بره، مش هيبقى مش يعني هو خلاص اخد المكان كله، فهيطلع بره ليه؟ لكن لو زياده طبعا هيطلع بره في الشوربه. هخلص بقى كميه الحمام اللي معايا كده. على فكره كل حمامية بتاخد زي ربع كوبايه رز، كل حمامية بتاخد ربع كوبايه رز، ما تزوديش عن كده. والرز نص سوا، يعني كده كده واخد سوا. فما تخافيش انتي، حطي الحمامه، حطيه في الحمامه الكمية اللي هو محتاجها الربع كوباية دي، وما تخافيش مش هيفرقع منك ولا اي حاجة. وبتفرديه كده تحت الجلد، لان هو مش هيفرقع. ليه بقى؟ لان انت كده كده مدياله نص سوا، وكمان هتحطيه في ميه سخنة. اول ما الحمام الجلد بتاعه يشد على الرز، خلاص انتهت بقى، مش هيفرقع منك في الزيت ولا اي حاجة.
ودي تالت حمامة اهي. طبعا الحمام انا بكون غسلاه ومصفياه، وكمان بعد ما يصفي بقوم بمناديل المطبخ بنشف الحمامية من جوه، عشان لو فيها بقايا من السوائل، يعني المنديل ده يشفط كل حاجة من جوه قبل اما احشيها بالرز. انا كنت برضو نسيت احط بابريكا على خلطة الرز، فحطيتها عادي بعد ما برد، فادت اللون الاحمر ده، بتدي طعم جميل جدا وبتدي لون حلو كمان. اهو بظبط بقى الحمامية كده، وبفرد الرز تحت الجلد كده، بخليه متساوي عشان الحمامة في الاخر تطلع شكلها حلو ومشدود، ما تبقاش حتة طالعة وحتة نازلة. دي اخر حمامية معايا. برضو بحط الحشو كده، وخلي بالك ملحوظة، الحشو اللي فيه كبد حطيه في البطن من جوه قلب الحمامة، لكن اللي تحت الجلد حاولي ما تحطيش لا كبد ولا قوانص، يعني نقي الكبد والقوانص كده وخلي الرز سادة. الحشو اللي تحت الجلد خلي الرز سادة، عشان الكبد والقوانص هتخليه فرقع معاكي. اهو انا بختار الرز اهو، وبشيل الكبد والقوانص عشان يبقى رز بس تحت الجلد، انما الحمامية من جوه بحشيها عادي الكبد والقوانص اللي في الخلطة. وبخلي بقى جناح الحمامة لورا كده عشان يبقى شكلها حلو في الاخر، وبعد كده بنزلها في المية السخنة بقى اللي معايا، اللي فيها البصل والورق اللوري ومرقة الدجاج والتوابل والحبهان، وبوارب الغطا كده ما بقفلوش، ما تقفلوش عشان ما يفتحش منك جوه في قلب الحلة الجلد بتاع الحمام. بعد كده اول ما يشد نفسه بقى كده بقلبهم، وبعد كده برضو بسيبه على النار 25 دقيقة على نار عالية. بعد 25 دقيقة بطلع الحمام بيكون استوى الحمد لله سوى كامل، فاضل بس التحمير. عندي بقى وش اللبن هنا انا بشيله من اللبن، دهنت بيه كده الحمامية، وهدهن بقية الحمام معايا. الخلال دي انا كنت حاططها للحمامية اللي هي متشليها الجناحات بتاعتها اللي هي الضوافر دي، فكنت ثبتها باللي هو الستيكس الخلة ده، وبعد كده دهنت كل الحمامات بقى. بتجيبي الحمام طبعا على قد افراد اسرتك. وفي الوقت ده كنت مجهزة بقى مقلاية وكده غويط على النار. انا هحمره بزيت ليه؟ لان انا خلاص عملته اساسا بوش اللبن، فهو كده كده دسم، وش اللبن دسم، فمش محتاجة اعمله بسمنة. لو انتي بقى مش هتحمريه بوش اللبن ده، ممكن تحمريه بسمنة عادي، بس وش اللبن بيدي لون تحفة بصراحة. هتشوفي اللون في الاخر شكله عامل ازاي، واللون اللي انت شفتيه في بداية الفيديو برضو. هنا بقى النار كانت وسط، والزيت طبعا سخن. نزلت بقى الحمام كده في الزيت، والحمام ملهوش روح على فكرة، يعني قلبي على طول، بصي عليه كل شوية، وتقوم مقلبة على الناحية التانية. اول ما ياخد اللون الذهبي ده تقلبي بقى على جميع النواحي كده للحمامة، وبعد كده بعد ما يحمر بتطلعي بقى دول لسه شوية من تحت، اللي بتتحمر خلاص بطلعها. دي كانت اخر واحدة وخلاص كده. تعالوا يلا بينا بقى نعمل ملوخية. الملوخية مبتاخدش وقت طبعا في العمايل، يكون الحمام هدا شوية. الملوخية اللي انا كنت عملتها بورقها وخزنتها بورقها، بصراحة انا كانت اول مرة اخزنها بورقها، بس اتصدمت من النتيجة، وهعتمدها على طول بعد كده. مش هفرمها في الكب قبل ما اخزنها، لا هعينها بورقها كده، وهتشوفوا دلوقتي لونها عامل ازاي. بس اهم حاجة تطلعها من الفريزر على طول على الكبة، ما تخليهاش تفك من الفريزر على الكبة عشان تتفرم معاكي بالمنظر ده، وهتشوفي دلوقتي لونها. طبعا استخدمت شوربة الحمام للملوخية، لو عايزة تستخدمي اي مرقة تانية براحتك. انا استخدمت المرقة بتاعت الحمام، ضفت الملوخية كده في المرقة وقلبتها. شايفين اللون عامل ازاي؟ انا بصراحة اتصدمت، كأنها لسه خضرة جاية حالا. جربيها بطريقة التفريز دي هتعجبك جدا. هنا بقى هعمل لها الطشة، معايا راس توم صغيرة كده في حبة زيت وقلبتهم، وبعد كده معلقة كزبرة ناشفة
تاخد برضو لون كده مع التومة. وبعد كده هطش الملوخية. ناس بتقول عليها طشة، ناس بتقول عليها تقلية، على حسب بقى ايه لهجة البلد بتاعتكم يعني. عملت الطشة كده وخليت الملوخية تغلي مفيش دقيقتين، وقمت طافية عليها النار. جهزت بقى الحمامين على الرز، كنت عاملة رز ابيض، ويعني زوقت كده الحمام بشوية كزبرة تكسر اللون بس بتاع التحمير. وفي الاخر برضو يعني حطيت الحمام في طبق لوحده عشان يبقى بعيد عن الرز. وبعد كده بقى صبيت الملوخية في الطاجن، وده الشكل اللي انا عملته في الاخر. ندوق بقى الطعم. انا كان نفسي في الملوخية جدا بصراحة، رهيب. وشايفين الحمامية بقى عاملة ازاي، جميلة ومستوية. والرز الحبة وحبة جربيه، احسن من ان هو يكون يعني من غير ما تعملي حباية وحباية. جربي اللي هو حباية وحباية، ده هيعجبك جدا جدا جدا. لو وصلتي لحد هنا بقى وعجبك الفيديو، يا ريت ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس واللايك كمان عشان يوصلك كل جديد. شايفين بقى الجمال، بصراحة كان طعمه رهيب جدا. وبكده خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.